رسميا طرح شهادات 27% والدفع مقدما من البنك الأهلي المصري على عائد للشهادات. تعال نشوف التفاصيل الشهادات. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك. أفضل استثمار من أول 1000 جنيه تلاقي اسم الفيديو وفي أول تعليق، وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو ايه جديد. في الفيديو السابق قلنا إنها بداية انطلاق رفع أسعار الفايدة، وخصوصا مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري وأيضا اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدا. لذلك تم اليوم إصدار شهادة جديدة بالبنك الأهلي المصري، ويتم ربطها ابتداء من غد الأربعاء. هما شهادتين. أول شهادة هنتكلم عنها اللي أطلقها البنك الأهلي المصري وهتتربط يوم الأربعاء غدا. الشهادة الأولى شهادة دولارية وتسمى الأهلي بلس لمدة 3 سنوات. سعر العائد السنوي فيها 7%، وهو أعلى عائد موجود في السوق في الشهادات الدولارية، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي أيضا، ويمكن الاقتراب بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها لكن بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه، وبسعر عائد 2.25%، أي أقل من اقتراض البنك المركزي. طب ده موضوع أول شهادة اللي 7% الدولارية. أمال إيه موضوع الشهادة 27%؟ أطلق البنك الأهلي أيضا شهادة جديدة بواقع 27% عن الفترة كاملة 3 سنوات، وهي شهادة برضو دولارية بعائد سنوي 9%. يصرف العائد 27% مقدما ولكن بالمعادلة بالجنيه المصري، وبتقدر تشتري الشهادة دي بفئات من $1000 ومضاعفاتها، وعند استردادك للشهادة في تاريخ استحقاقها هتستردها بذات العملة وهي الدولار الأمريكي. وانتظروا منا باقي الشهادات التي سوف تصدر خلال هذه الأيام من الفترة القادمة، فما تنساش مشاركة الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس.